بسم الله بديت وعلى نبي صليت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاركم مربوح، وش راكم، وش حوالكم، وليداتكم، ميمتكم؟ ان شاء الله نتوما وكامل جملتكم تكونوا بخير. قبل ما نبدا ديري نية وديري جمع تزهلك ليا ما شاء الله. اليوم من خيامتي جبت لك وصفة ماني ومانك، وصفة يعني قديمة بصح للأسف منسية. أنا الدور تاعي في هذه القناة حبيت نحيي الوصفات القديمة اللي نسيناهم، يمكن حتى أنا نسيتهم ولكن بحثت عليهم وجبتهم لكم. من بينهم هذا الوصفة، واش نقولكم تديروها تشموا ريحة زمان، تشموا يعني العبق تاع القصبة تاع الناس بكري، ماشي غير القصبة، لأنه هاد الوصفات بزاف نتشاركوا فيها في بليدة قليعة قسنطينة، يعني عندنا تقريبا نفس الوصفات. وصفة هادية يعني وصفة الطاقة، نديروها في رمضان مور للتراويح، كانوا يجوا يتلماو عليها. شوفوا واش فيها، غير الحاجات الضروريه لجسم الانسان ديالنا. هاد الوصفه عندها في الصيف نديروها بحاجه وفي الشتاء نديروها بحاجه. المهم هنايا يعني من خلال الوصفه انا نزيد نحكي لكم اكثر. واش عندي واحد الكمشه تاع المشماش، ما ديروش هذاك الطايب يعني المشماش الجاف، وعندي كمشة تاع واحد 6 حبيبات ولا 7 تاع التمر، عندي كمشة مليحة تاع الزبيب، عندي اللوز اختياري، عندي ريتلة تاع الماء، تقدروا تزيدوا شوية على الريتلة. واش حكمت هنايا؟ درت ريتلة تاع الماء عادي، درت فيه هذاك الزبيب، يعني الزبيب انا كان متوفر لي الصفر، وكانوا يديروه يعني بالصفر ويديروه بالكحل، بصح يعني اللي كان ديروا الكحل هذاك فيه لي فيتامين كتر، وزيد يعني الشكل تاعو يخرج مع خير وخير. هنايا واش درت ثاني؟ هذوك الحبيبات تاع المشماش ديالي قطعتهم قطع صغيره هكذا، نقطعهم كامل ونحطهم. قلت لكم هذه الوصفه توالي من اللي صوم لا بروميير فوا نديروها له، يعني يعطيه طاقه. وحده اللي ترضى، وحده اللي مريضه، الواحد اللي ما يقدرش، الكبار السن، يعني هذه الوصفه مغذيه ولي فيتامين ما نحكيش، ويعني تخليكم تقدروا الصيام شويه. ونضيفوا مع هذاك الزبيب ونخليه فتره، يعني نعصر له عصره قارص دوكا، اتفكرت القارص نغطيه ونخليه واحد قريب سويعه، واحد السويعه هكذاك باش تطرى شويه هذيك المكونات ديالي. التمر واللوز نخلوهم على جنب. انا حتى هذاك اللوز ملطو، يعني درتو في الماء سخون ونحيت له ملطو، نحيت له القشره. هنا اللي ضفت القارص ودرتو على النار، يعني بعد ما طرى شويه درتو على النار حوالي واحد 10 دقائق فقط. كي يبدا يغلى بيان سور نديرو 10 دقائق ونطفي عليه. يعني شوفوا هذه وصفه تاع ماماتنا كانوا يديروها زمان. ما نقولش، قلت لكم ما نقولش القصبه فقط وما نقولش العاصمه فقط، ولكن وكنا نديروها زمان، للاسف شويه نسيناها. يلا تبعوني وراح نجيب لكم كامل الوصفات تاع بكري. هنا السكر اختياري، واش شحال ديري انتي والحلاوه. انا درت حوالي 2 مغارف، انا ما كنتش نعمر فيهم مليح، المهم 2 مغارف سكر، انه انا كان بقات لي في البلاره شويه كنت نحي فيه بشويه. مهم هنا قلت لكم واحد 2 مغارف سكر، نحرك بارد في بارد، قلت لكم زيت القارص، ومن بعد نديرو على النار. التمر بالك وديروه التمر تاني قطعته ونحطو على جنب. الزوج تاعي كي درتهولو وديتهولو هذاك الكاس تاعو ياكل، يقول لي ياه رجعتيني للور، اني ناكل ونتخايل في زمان، الريحه تاع زمان خلي علاه، الريحه تاع زمان راحت
وصح ما فهمتش علاه الريحة تاع زمان. يعني كنا كي ندوزو في السناقي تاع القصبة تسمعي الصوت هذاك تاع المهراس واحد، وتسمعي التلفزيون، تسمعي الهضرة، وتسمعي وتشمي الروايح. دوكا لا غالقين على. المهم الله المستعان، وخلينا في كل وقت ووقته. هنا بعد ما طفيت عليه، بعد ما جاز 10 دقائق، ندير 2 مغارف حتى 3 مغارف تاع المزهر. المزهر ما ديروهش مع الاول باش يقعد الريحه تاعو. هنا نضيف له هذاك اللوز المملوط، ونضيف له هذاك التمر. اللوز تحبوا ديروه بيض، تحبوا يعني تحمصوه شويه تعطولو لون، ولكن من الافضل تخلوه بيض. هكذا نديرو وهو سخونه باش يزيدو يطراو شويه. نخليه يبرد شويه برا ونديرو في الفريجيدير. شوفوا، في الصيف نديرو له القارص باش يجي منعش. في الشتاء واش ندير؟ نرميلو نص عود تاع قرفه يغلي معاه. يعني كي نكون حنديرو يغلي بعد ما ندير القارص، ندير هذاك العود تاع القرفه نص عود، يعني على حسب شحال درتو. قلنا في الصيف الانتعاش نديرو القارص، ولكن في الشتاء نحبو حاجة دافية، نحبو نديرو هذيك القرفة. هذه هي وصفتنا لليوم يا حدار. التزيين من الفوق يكون يعني زدت لها شوية ياسمين، درت لها شوية لوز إيفيلي، حمصته شوية ودرته من الفوق. وانتم الجود بالموجود، يعني هو أصلا راه مزيين نفسه. اتخيلوا هاد التحفة مع الذوق. واش نحكي لكم، الذوق يردكم لزمان لزمان زمان. تعال بيض هذا هو الجيكا واضرب عليهم النور. نقول لك نطرطق لك فمك عليه، نطرطق لك الرباعيه تاعك. الناس الزينة، اللهجة تاع اليوم من وين؟ اللي عرف يكتب لي كومنتير من تحت يقول لي واش من ولاية رانا. شوفوا ديك التحفة، شوفوا لو كان زاد جا هداك الزبيب كحل. واش نحكي لكم، بصح البنة يعني صح كي تشوفوه يشهي، بصح بنتو كتر وكتر. وما يعرف للبنة غير اللي سياها. نتمنى الوصفة تاع اليوم تعجبكم، اعطوني رايكم في كومنتير كيفاه كانت الوصفة تاع اليوم. أتهلاو لي في روحتكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.